شوي وراح لاقي مستر بيست معلق لي قيم له قناته. واخيرا فيديو تقييم القنوات اللي كل ما بعمل فيديو بيزيد اضعاف عن المره اللي فاتت. هاي المره ما بس اشخاص عاديين، لا مشاهير وعندهم اكثر مني. شو الفيديو علي 2600 لايك والتعليقات 3100. في 1000 شخص هدول بس هيك عم يعلقوا، لا حطوا لايك ولا شيء. فمن بعد هذا الفيديو ما راح نزل واحد تاني غير لحتى يوصل 3000 لايك. ووصل 3000 لايك هذا الفيديو بنزلكم جزء تاني، غير هيك لا. بس في شغله بدي انوه عليها مشان ما الاقي بعدين اشخاص هيك فهمهم ما مثل البشر العاديين ولا انه معلقين لي تعليقات غريبه. اللي بيكتب لي انه ليش عم تقيم القنوات هيك، انت شو دخلك؟ هن اللي كاتبين لي قيمهم، يعني ما انا من عندي، هن اللي جابوا فكره تقييم القنوات وهن اللي بدهم يعني يقيم، يعني انا ما دخلني. فيا حمار لا تعلق عندي واطلع من القناه، لانه بيعرف حاله المعلق هذا التعليق. وفي اللي مقيمهم وزعلوا بعدين، يعني شو اعمل لك انا هيك تقييمي للقناه، يعني وخصوصا بتكون عالم الفيك. يعني لو بحب عالم الفيك كنت قيمته تقييم عالي، وبقيمه على حسب جوده المونتاج، واغلب التقييمات مزح. قيمني أني ولو أني فوق التقييم. ريكا عندها 15,000 الله يبارك. نفس هدول أنا ما هي اللي كاتبت لي قيمة، أنا ما دخلني. خطأ زوجته للانتقام منه كونه زعيم مافيا عليه التهديد. ايه شو عمل؟ فالنفوذة وينتقم منهم أشد الانتقام، وأي شخص له بالموضوع ولو علاقة بسيطة بيكون جزء من الانتقام. اوه انتبه، وراح يكون اكو مشاهد قوية وبيها انتقامات وعفو وترجع لها. ايمي راح تتعرض لأكثر من عملية محاولة اختطاف، وبكل مرة راح يدفعون الثمن أغلى مدري شو، وما لحقت أقراهن وما بدي أقراهن. بس بصراحة ماشي الحال، التصميم هيك والكتابة يعني. تعمل إعلان لفيلم؟ ما بعرف، بس شو من كان هيك أنا مقيم التصميم. فكرة نفسها أنه يعني تقريبا مافيا واشخاص خطيرين، واي شخص مافيا معناه طوله مترين. لا بقيم الفيديو هيك مونتاج هيك 5 من 10. انا تكفى جست جين عنده الله يبارك، عنده 38,000 الله يبارك. يعني شو يعني حد الآن هدول الشخصين متخطيين بكتير، ما هو شوي. مش خايف قيم التقييم سيء يجي يعني ما بعرف. خلينا نشوف الشورت اللي إله لانه ما عنده فيديوهات. مريضة بس مدلعتنا ترندات. هاي وحدة مريضة بالتيك توك، ما انه مريضة، لا هي يعني ما مريضة عندها مرض، ايه هيك. المهم فعم تنزل ترندات وهيك. منيح ممتاز. معاناة الأطباء اليومية لإنقاذ أرواح الملايين. هاي ما بعرف شو قصتها مع الأمراض والأشياء هاي. وعندي قصة، استنى الفيديو عندي قصة ما راح احكيها بهذا الفيديو. بعد ما خلصوا راح صور لكم فيديو فيه القصة هاي. قصة بتخزي الكلب، وبسبب انا حاليا هيك شوي هيك تعبان وعم بحكي بالغصب وفي لي شوية تعب بسبب القصة اللي راح احكيها بفيديو جاي. هاي بقيمها كمان 5 من 10، يعني ما في تقييم غير هيك. المشكلة نفكر حاله عنده 11,000 مشترك وبحكي عن مستوانا. ترى كل واحد حر كيف بده يعمل قناته، وفي منهم مبتدئين يعني لسه بيتدربوا. يا بهيمي لا بهيمي، بتعرف ليش؟ انا اللي قلت له نكتبه خلوني اقيمكم ولا هن اللي بده؟ اول شيء انت ليش عم تتفرج على الفيديو وما انه عاجبك؟ كان فينك تعمل غير مهتم للفيديو وخلص ما تطلع لك بالمره، عشان ما تزعلي على المبتدئين والاشخاص لسه ما مبلشين وهن فايتين لعندي كاتبين لي قيمني. انا مو من عالم الفيك، ومحتوى قناتي بتنوع احط فيه كل شيء يعجبني. امنيه لكل الكيدراميين، كل سنه واحنا كيدراميين. 2026. لا تلي ما مسجل طول الوقت. لا سجل لك نظر خلص. ايه تمام. فيديو فنان والله. شو عشان هيك مالك كيدراما للأسف. كنت راح افرح كثير بس لا بقيمة 60,000 من 10 عشان ما تزعل هديك. المشكلة نفكر حال ممكن تقيم قناتي محتواي كيدراما، وغالبا ما انشر محتوى الغلاف. ايكي ليش كلهم مشاهير؟ ولا أنا فايت لعند اللي عندهم بالغلط ولا شو عامل؟ فعالية جديدة، أختر ممثل واحد من بين الأربعة وأحذف البقية. وين الأربعة؟ هي شكل اختارت هذا. ايه أنا بختار كيم يونغ هونغ شونغ. عندي اختيار فنان، تعرف شو؟ لمين جاء والله ما بعرف لمين جاء. فمشان هيك اختار اني احذف الكل. انا كيف اجيب المشاكل لنفسي؟
عليك عبد الله. ما بعرف نظرات. خلص طفي الكاميرا يعني. هو ليش مستمر هو يشغلها؟ عمل لك يعني خلص طفي طفيه وخلص. قيم إيكي 5 من 10. ها تقريبا عندي زيك. شو عنده زي ايه؟ مشتركين. واخيرا محتوى مختلف شوي، شرح اساسيات المونتاج. لا رديت على اسئلتكم. ايه هاي جايز، اليوم قررت ارد على اسئلتكم. طبعا جايز ايش دي الاسئله؟ صدمتوني. فقبل لا نبدا حطوا لايك واشتراك وصلوا على النبي. اللهم صل على النبي. كم عندك اخوان؟ عندي 2 اخوان اولاد يعني. وايش اكلتك المفضله؟ الصراحه ما عندي اكله مفضله، كل الاكل احبه. واخر سؤال، ايش مابك المفضل؟ الصراحه انا يعني ما عندي ماب مفضل، بس اكثر ماب ادخله يعني العبه على طول. شوفي يا شو اسمها، جو مالك وس يشترك. اسمها هاجر. بقيمك فوق 60 مليون. بقيمة 60 مليون من 10. انت قديش بقيمة؟ 8 من 10. انا بقيمة 60 مليون من 10. قيمني انا بس لا تشوف الفيديو الطويل اللي انا منزلته. ريملي او هيك شيء ما بعرف. طقطقة على عالم الفيك المنحرف والالوان. قررت ادخل لاعماق التلوث واطقطق على الفيك المنعجرف. شكلي وانا احاول اغري حبيبتي عشان نسويها اخر الليل بقوة. ما بعرف، استغفر الله بردوني انسان مسلم من جدة. اطلع، ما بده يطلع من الفيديو، ما بده يطلع. اطلع. بصراحة بكره هيك. لا هلا هي عم تطقطق علي، لا تظلم. ايه بس ما بفهم الفيديو من الطقطقة شخصيا، لانه هن اثنين حاطين كوريات وكتابي كتير وهيك وكلمات صعبة ومن غير شيء تعبان. ولسه بدي اقرا، والله صعب كتير الوضع. بس بقيمها شوف هيك تقييم حقيقي 4 من 10. يلا 6 من 10. 6 من 10 مشان ما تزعل هديك. قيمني انشر عنك تراني مشهور، ما اتكبر امزح، موفق بحسابك. ما فهمت تعليقه هيك صعب يعني. ما اتكبر امزح يعني عم تمزح لانك ما عم تتكبر، ولا ما اتكبر امزح لانك ما انك ناشر عني؟ فوت لعنده خلينا نشوف شو ناشر عني. اوه والله يبارك 149,000. اسمه جونغ. بدي اشوف شو منزل عنه. لا 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 ما منزل عني. يا كذاب يا كذاب يا شو اسمه يا جونغ. عم تقول انك منزل عنه ما انك منزل عني شيء. من عين. هذا الفيديو بعد هذا الفيديو اذا ما بتنزل عني شيء، فيديو فنان تصميم يكون أروع تصميم بالعالم، ما راح امشي. انا ولد تقلدني اعتبرك فان. اوه ذكرني بشخص، في واحد شو من عملت بقلدني، عنده قناة على اليوتيوب وما راح طالعه عشان ما يحصل على الشيء اللي بده اياه. شو من عملت انا حرفيا بقلدني نفسه بالضبط. حباب يعني انت اكيد من عجائب الدنيا ما تكون عم تتفرج على الفيديو هيك، تمام؟ روح اعمل اسلوب وطريقه لحالك وكل اشياء تانية لحالك هيك تكون خاصه فيك. لا تقلدني حباب. عم بتعب اشياء لحالي، ما بدي يجي بالاخر واحد على بارد المستريح يقلدني وبيعرف حاله. اسمه يبدا بحرف ال نون. ما في داعي. تعرف حالك خلص. كملوا مهم. رفيقتي نولي بتنشر باليوتيوب بتصاميمها تجنن، بس ما عندها دعم. أتمنى تشتركون وتتفاعلون. عندها حسابها بالوصف، لا تفشلوني. العراقي جونغ. والله انك فنان. ارحب كتاكيتي. قيمك يا جونغ BTS من 10. تقييم رائع. بس 1000 شخص يروح يشترك عنده عشان يصيروا 150 راسي. بس 1000 شخص يروح يشترك عنده عشان يصيروا 150. يا عمي والله كتبت تعليق بس ما ترد. معتزلة 4 أيام، يعني هي معتزلة 4 أيام بس. وبصراحة في شغلة ممكن أعملها حتى أنا مثله، بس رح نزلكم إياها في فيديو جاي. سويت حساب بيكمي بعالم الفيك وانصدمت من الدعم. هذا الفيديو غالبا بيكون فيه قراءة كتير، فما رح فوت علي لأنه ما بدي أقرأ. رقصة خاصة للعروس، خاصة للعروس، رقصة خاصة للعروس. حبابة اعطيني الميكروفون. بعد شوي إجرت لك الميكروفون.
هذا البني ادم ما بيكون بيطلع على الشارع، يعني شلون هيك بيقابل العالم؟ انا اشيلك من صاحب القناه نفسها، انا بحكي على الشخص نفسه اللي اخذي منه الفيديو. ما انت ما تطلع على الشارع هيك وبتشوف العالم وبيشوفوك وقاعد وهيك قاعده بنات وفخاتك مبينات. يعني روح يا زلمه. هذا الشخص اخذ كل فيديوهاته. انت اللي اسمك معتزل 4 ايام، انت بس اخذ فيديوهات من تيك توك ونشرتيهم عندك، وين المحتوى المبدع بهذا الشيء؟ هاي شكله فان لإله، بس ما انك فان لإله وشكله بيخزي، فبقيمك 2 من 10. قيمك 4 مشان 4 ايام. تقييم فنان بصراحه. بالله عليك قيمني. محتواي عباره عن تصميم وطقطقه على شفا، صدقني بتموت ضحك. خلينا نفوت ونعطيها فرصه نشوف رح تغير لي مزاجي ولا لا. احنا جيش الليمون، اشترك تصير ليمونه. عندها 117,000 مشترك ما شاء الله. اذا واحد عنده مشترك واحد انا ما قصدي احسدك، ما شاء الله ان شاء الله يصيروا مليون، كلكم تصيروا اكثر مني، ما قصدي احسد حد، كلكم فنانين وتقييمكم فوق 1,000,000 من 10. محتوى هيك بس للمزح وراسي عم يوجعني، وكنت اعمل فيديو وانا متحمس بس. خلينا شو كل اللي قيمناهم عندهم 100,000. الدرع 100,000 وصل لعندهم ولا لا؟ صحيح ايه والله، اللي قيمناهم عندهم 100,000. عندكم درع 100,000 بالبيت؟ هذا السؤال جاوبوني عليه حبابين. دخول خطير يخلي بيتكم يطير. اشترك يا غالي احسن لا يجيك بن عالي. ليه ما حطيت لايك؟ ها ليه ما حطيت لايك؟ انت اللي لم تتفرج على الفيديو ليش ما حطيت لي لايك؟ شوفي ليش صوصة ما بتحبها؟ أنا بحبها. بعيد عن البداية الزبالة، ما تتغير. مين ذي البنت؟ خدت ان انا خدت الصدمه. الحشمة شافها صارت اكبر منك وعنده اولاد وانت لسه. هلا بهاي الطريقة ما بتحمل اتفرج فيديو، يعني بتحمل فوت اتفرج على فيديو شافه. اما الفيديوهات هيك اللي بين الفيديو والفيديو هيك بحطوا لقطة انه صدمة وهيك شيء، ما بتحمل اتفرج عليها. انا ما قصدي تقليل من اللي عامل فيديو ما شاء الله ليا وفيديوها فنان، بس انا ما بعرف، ما بيعجبني. شو رايكم نعمل فيديو نتفرج على فيديوهات شافها بس؟ تخيل هاي الفكرة قديش من 10؟ قيمة 10 من 10 إذا لحالك. إذا عجبتكم الفكرة قولوا. المهم أنت يا ليمونة نايمومية، مدري نايمومي اسمك صعب، لأني أنا بحب الليمون 9 من 10 بس لأني بحب الليمون. أنا أنت قد ما طلبت تقيم قناتي. شو يعني أنت؟ حاولت أفهم شو الكلمة ما فهمت. محتواي قصص بالأنيميشن قاشة. تعليقك قصيدة لحاله. فيديو عمل فيديو عن تعليقك بس. لحظة ما فينك تعلق عليه. لا. انت قلت للاشخاص انه قول قيم قناتك، احط وصف عن قناتك. هذا وصف لي حياته. خلص لازم تتحمل. لا بس ما هيك، هذا واصف كتير يعني، واصف لي كل. ورحت على البيت ورجعت، لما رجعت اكلت فاصولي. خلينا نشوف قناته. 3000 تعليق بدنا ندور فيهم واحد. قيمني والله من زمان وانا اقول لك تعبت يا اخي، انت فنان 10 من 10. طيب والله يبشرك بالخير، قيمني لانه لسه فترة وبعتزل فممكن تحقق حلمي الاخير، بترجاك. انت 10 من 10. استنى بس نفوت هيك. اسمها مارلين انت 10 من 10 ولا تعتزلي. ادعوا لي الله يشفيك يا مريم تشان 777. الله يشفيك يا الله. وين الاقيه هلا هذا؟ والله تعبنا هذا الشخص. لا احلى شيء بعد كل هذا يطلع هادف تعليقه. طيب وين بدي الاقيه؟ هذا ليك وليك. اخيرا يا زلمه، إذا بتطلع قناتك مش عاوي لك. موت والد عبد الرحمن يوميات. مريمومين على وفاة والده، ومنذ ذلك الوقت عبد الرحمن مختفي. أنت حقا عندي مسؤولية يا عبد الرحمن، حتى لو كنت حزينا هذا لا يعني أنك تترك بيتك وبيت عائلتك. الأطفال يسألون كل يوم عنك وأنا لا أستطيع التبرير لهم. عبد الرحمن أيها السخيف، أمي قالت أنها ستذهب العزاء شخص. يا الله ما بدي أعيد بصراحة. أول شيء لا تمنجب كيم ماستر بتعب هيك بيخليك حيحصل خلاص، بتعب نفسيتك هيك بيخليك كريه. امسحه ونزل كابكات احسن لك، نزل كابكات مهكر. وبالنسبة للصوت حاول تدور على ذكاء اصطناعي يكون صوته ضابط. كابكات موجود، نزل كابكات مهكر بتلاقي الصوت موجود. وخلص صير حط انه الصوت المحادثات صارت بنت وصبي وهيك اسهل. بليز قيم قناتي. الوصف. مارفن قيمك 60 من 10. أدري مستحيل تلقى كومنت حقي بس يلا بشارك. محتوى متنوع فيه كيبوب. بليز قيمني
تقييم محترم زيك بليز يا عمو يوسف. خلينا نشوف محتوى كيم أليكس. انت كثير متشابهين يعني ايه يا جماعة، حساباتكم متشابهة لدرجة ما بعرف قيمتهم قبل ولا لا. عالم نقد يحتاج لخ فئة متبرية منها. تسجيل خطير يخلي غالي يبين. مو داعي نتكلم ليك. اللقطة هاي هيك كلمة وحدة بتخلوها ساعة هيك شغالة، وحدة عم ترقص ورا وأغاني كلمة وحدة، بعدين بيحطوا شعر هيك هالقد طول الشعر بيحطوه ثانية وحدة هيك وبعدها خلص بيروح. هلا بيجي واحد بالتعليقات بيقول لي هن عم يتعبوا على التصميم والمحتوى وانت جاي تقيمهم صفر. ما دخلك، هني قالوا اني قيمهم. احنا غالبا عم نمزح وعم نعطي نصائح انه هيك المونتاج يصير عندك احسن. تاني شيء انا ما بحب الكوريين. هذا ما عالم النقد، ما راح شوفوا مشان نشوفوا بفيديو عالم النقد لحاله. راح يصير شيء للأسف، راح أقول لكم إياه بالفيديو اللي راح صوره بعد هذا وراح تفهموا شو قصدي. كيم أليكس. خلينا نفوت على الشرط. في واحد يمكن شفته أنا بتذكر. إيه هذا؟ لا إيه شفتوا حاطط لايك ليك، شفتوا حاطط لايك. هذا بصراحة هذا الفيديو شلون يعني 100 من 10. فنان. شوفوا شو قال يوسف، صراحة ما توقعت. رجاء لا حد يصمم لك تصاميم لانه ما بحب. انا بسلك كثير بس هيك تصاميم ما بحب، فلا حد يعمل لي تصميم حلو يا اما ما تعمل. كيم أليكس بقيمك 8 من 10 لانك منزلتيني بس. لا 10 من 10. مين تحسب نفسك عشان تقيم قنوات الناس؟ هن اللي كاتبين يا بني ادمي يا احسن وحده بالعالم يا شو اسمها فانيلا تحبكن انت يا منيحه كثير. هن اللي كاتبين لاني قيمهم، هن جابوا فكره، انا شو دخلني يعني. والله عن جد منطقيا يعني ما راح مسخر يعني. ما انتم اللي قلتوا اني قيمكم وانا اللي عم قيمكم وانا ما دخلني، بس عباره اني فاتح الكاميرا وعمل لكم وفي شعره هون طالع ما بعرف ليش. لا تقيمها، هي ما بدي انا قيمها. بترفع علي قضيه لاني فتح قناتها هاي. الريفيو ماي شانل. شو مكتوب؟ مستر بيست. نجوت ل7 أيام في القطب الشمالي المتجمد. نحن غالبون هنا في القطب الشمالي ل7 أيام. يا جماعة اللي عم يتابعني هلا روحوا ادعموه حبابي لأنه مبين زلمة عم يجتهد. يوسف قيمني أرجوك. خلينا نفوت لعند هذا الشخص. يوسف ما عنده تصاميم لعالم. ما عنده تصميم لعالم الفيك. لا راح خلينا نشوف هذا الفيديو مثلا. هيك في واحد اسمه هايبر معروف طول عمره انه بيلعب ماينكرافت. معروف يعني اي حد بيلعب ماينكرافت اغلب المشاهدين عنده راح يكونوا اطفال يعني. اوه حليف. عنده 12,000 ما كتير يعني. كاتب الاشتراك مجاني ترى. مبالي انه شو انه اللي بيقراها رح يشترك. انه نسبة مدرش قديش بالمية بيتفرجوا على الفيديو ما انهم مشتركين. حسبي الله ونعم الوكيل بكل واحد ما يتفرجوا ما انه مشترك. لا تعصب كتير. شو تعصب كتير انك تكتشف انك ما عم تصور اصلا. شوفوا بصراحة هذا الشخص هيك بتفوت على قناته وبتعطيه هيك برمي على السريع. قيمة 6 من 10. 5 من 10. يلا اتحداك تقيمني في فيد الجاي. بيان ما شاء الله ما شاء الله عنده قريب 200. لا قارص اخت. And time breaks your heart. I wasn't there but I know she was your girl. طيب شو بدأت تمشينا الكرة الأرضية كلها. استنى بس وقف شوي. هلا رح يزعلوا إذا قيم تقييم ما حلو. أنا ما قصدي شيء هذا اللي اسمه بيان. مشتركة عندي أقل شيء، ما مثل اللي قاعدين قيمني وأنا مشترك. بيان بس إنك مشتركة رح أعطيك 10 من 10 من دون ما أقيم. خلينا نشوف. أعطينا كاسة. فيديو فنان كتير يا بيان وقيمك 10 من 10. وإيه مبروك لعرس أختك. من إيمت؟ من شهر. يلا أنا آخر واحد أكيد بس مبروك للعرس. إيدي كل ما هي بطرقها. اسمعوا الله يسامح كل شخص أذاني بتعليقه. متابعين إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم قررت أتكلم عن الموضوع شوية اللي دايما تسبوني وتهجمون عليه بدون سبب لا إراديا. يعني أنا بدي أفهمها. يعني أنا كل ما أفتح اليوتيوب أشوف تعليقاتكم كذا بينبسط كذا وغير جو، فجأة ألاقي الكل يسبني يهجم علي بدون سبب لا إراديا. يعني صرت التعليقات اللي فيها الإيجابية أشوفها نادرا عندي. زمان كنت أشوف التعليقات الإيجابية أكثر من السلبية، واليوم أشوف أكثر السلبية والأقل الإيجابية. هذا الشيء اللي حرك بطني، وخصوصا اللي جالسين يسبوني من سبب.
وخصوصا في شهر رمضان هذا. يعني رغم انه ما بعرف شو محتواها كتير، بس مبين ما بتنزل شيء غلط، يعني عادي يا بيان، ما مشكلة. تعليقات الانتقاد لو تشوفين عندي بس، فأي شخص بينتقد بطريقة نفس ما عم تقولي بسب، فهذا اعتبره خلص شخص ما يعني عقله هيك ما في فاضي. وعادي كل العالم بيجي عندهم انتقاد وانا كتير بيجيني انتقادات وبعتبره ولا كأنه بني آدم. بس بيان بقيمك عن جد لا تقييم حقيقي، لأنه هيك مبينة تعبانة على الوضع شوي. قيمة 8/10. أنت قديش؟ 7/10. طبعا قيمناها 10. يلا ما مشكلة. لا تو تقييم 10/10 هيك مدح، بس تقييم الحقيقة عن جد 8/10. حباب خلص ما، لأنه حبابين كتير والله العظيم راسي هي رح ينفجر. بعدين بنزلكم فيديو بيجوز نزلوا بعد هذا دغري فيه قصتين، تيجي بتعرفوا شو ليش هيك عم بحكي وبالغصب الكلام عم يطلع. وانا شباب رح اشلح القناة قدام الكاميرا. على طول. شغلي بس بدي اقولها، اذا بدك قيم لك قناتك، طبعا انا في هذا الفيديو ما كتير قيمت قنوات بعرف، بس لانه كتار. بس اذا بدك قيم قناتك فوت على هذا الفيديو، ما تفوت على الفيديو اللي بعده او اللي قبله او الشورت او المنتدى، هدول لا تفوت عليهم. فوت على هذا الفيديو او الفيديو اللي بيكون منزله جديد عن التقييم. بمكان تاني مستحيل قيمك، ما رح فوت اصلا ولا رح اقدر شوفك. فحباب اذا بدك يعني قيمك فوت على هذا الفيديو، ما اتوقع في اوضح من هيك طريقة اقول فيها. هذا الفيديو اللي عم تتفرج علي هلا هذا اكتب فيه قيمني. فيديو تاني ما رح رد عليك ولا رح فوت شوف تعليقك ولا قناتك، لانه ما رح تطلع لي اصلا وقت اللي انا بدي فوت وصور. ولا تكتب قيمني بس، قيمني بس لا تكتب ارجوك. اكتب وصف عن قناتك، ولازم تكون مشترك. اذا ما انك مشترك ما رح تطلع. في اوضح من هيك طريقة الواحد ممكن يحكي فيها؟ واذا صار 3000 بنعمل فيديو تاني للتقييم. ومثل ما قلكم الفيديو الجاي رح نزله بس اذا هذا الفيديو وصل 3000 لايك. اذا ما وصل 3000 لايك ما رح نزل واحد تاني، لانه اللي قبله 3000 تعليق، اما اللايكات 2500. شلون هيك؟ اذا عجبك الفيديو حط لايك، اذا ما عجبك لا تحط لايك. هيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع. اي واحد بيكتب تعليق انتقاد انت بهيم، واي واحد بيقول ليش عم تقيم القنوات او ليش عم تقول تقييم ما حلو انت بهيم. سليم. Comme la pavée du caïs, ça va faire bientôt l'an de bédo du riff. T'as pas l'air d'un démon, la mienne donne des chiffres.